في قناتنا. يا ريت ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة عشان الكل يشاهد. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. يلا نبدأ الفيلم. بيبدأ فيلمنا مع سبايدر مان وهو في حفلة خيرية، وبتكون عمته لما عرفت حقيقته بقت بتستغله في الخير عشان الناس تتبرع وكده. وبعد الحفلة بيدخل عليهم هابي وبيكون معاه شيك $500,000 واللي متبرع بيه شركة ستار. وبيقول له هابي إن نيك فيوري بيكلمه كتير ويا ريت ترد عليه لأن ده ما ينفعش حد يتجاهله. وبيقول له بيتر إنه هيفكر ويدخل الحفلة لكنه بيزهق من أسئلة الصحفيين وبيمشي وبيقعد قدام صورة ايرون مان ويفتكر توني ستارك. تاني يوم بيحضر عشان هيسافر أوروبا لأن المدرسة بتاعته عاملة رحلة، وبتقول له عمته إنه ياخد البدلة سبايدر مان معاه عشان لو احتاجها هناك، لكنه ما بيرضاش وبيكون عاوز يستمتع بالرحلة بس. وبيسافر وبيقول في الطيارة انه عايز يقعد جنب ام جي عشان يعترف لها انه معجب بيها. وبيقوم نيد عشان يقعد مكانه لكنه بيبوظ الدنيا وبيقعد هو جنب بنت اسمها بيتي. بعدها بيوصل لايطاليا وبيتفتش بيتر في المطار، بيتفاجئ ان عمته حطت له البدلة في الشنطة بتاعته. وبيوصل الفندق وبيروح بيتر عشان يشتري هدية لام جي، ويروح بعدها يقابلها عشان يعترف لها بحبه. وفجأة بيطلع من المية وحش ضخم جدا وبيكون مصنوع من المية وبيفضل يدمر في كل حاجة حواليه، وما بيكونش بيتر عارف يتعامل معاه ازاي، وكمان ما بيكونش معاه البدلة. لكن بيظهر فجأة شخص بيكون يقدر يطير وبيفضل يتقاتل مع الوحش. وبيلبس بيتر قناع وبيقول للشخص ده انه اقدر اساعدك. فعلا بيساعده وبيهزم الوحش ويطير الشخص ده بعدها على طول. بعدها الاخبار بتفضل تتكلم عن الشخص ده وقد ايه كان قوي، وبيسموه بعدها ستيريو. بيرجع بيتر الفندق وبيلاقي قدامه فجأة نيك فيوري وبيخطر نيد وبيقول له انه عايزه في مهمة، وانه الوحش اللي حاربه النهارده ده في غيره كتير في بلاد مختلفة. وبيطلب منه يلبس البدلة وبيجي معاه في الطريق. وفي طريقهم بيديله نضارة توني ستارك اللي قبل ما يموت قال له يديها لبيتر. والنضارة دي اللي بيلبسها بيقدر يتحكم في أسلحة كتير جدا وكل التكنولوجيا وبتكون قوتها كبيرة. بعدها بيوصل للمقر بتاعه ويلاقي ميستيريو بيلاقي هناك وبيعرفه على نفسه وبيقول له إنه من عالم موازي وإن العالم ده اتدمر بسبب 4 وحوش، واحد منهم اللي شافه النهارده. وبيقدروا يتحكموا في عناصر الطبيعة زي المية والنار والهواء والرمل. وبعدها قتلوا عيلته ودمروا العالم بتاعه، وهم هنا عشان يدمروا العالم ده كمان. وبيطلب من بيتر يساعده، لكن بيتر بيكون عايز يستمتع بالرحلة بتاعته بس وبيعتذر له وبيمشي. وبيجي تاني يوم وبيكونوا رايحين باريس، فبيقول لهم مشرف الرحلة إن الشركة السياحية غيرت الوجهة وهتروح بلد تانية. ويتفاجئ بيتر إن سواق الأتوبيس هو ديمتري من رجالة نيك فيوري، ويفهم بيتر إنه هو السبب، إنه هو اللي عايز يغير مكان الرحلة. وفي الأتوبيس بيلبس نظارة توني ستارك وبيقدر يخترق منها أجهزة كل الموجودين. وبعدها بيوقفوا في استراحة وبيقابل بيتر واحدة من فريقه نيك فيوري وبتديله بدلة عشان يلبسها. وبيدخل عليهم فجأة واحد زميله بيصور بيتر ويقول له إنه هيوري الصور لإم جي. وبيحاول بيتر بعدها يخترق موبايل الشخص ده عشان يمسح الصورة، لكنه بيرمي عليه صاروخ من القمر الصناعي بالغلط، بس بيقدر ينقذ الموقف على آخر لحظة. بعدها يوصلوا البلد اللي رايحين لها، وبيروح بيتر لمكان ويبدأ ميستيريو يشرح له الخطة ويقول له إننا لازم نبعد الوحش عن أي مكان فيه حديد، لأن كل ما بيمتص الحديد حجمه بيكبر وبعدها ممكن يدمر الأرض. بعد كده بيروح بيتر للأوبرا مع أصحابه وبيحاول يكلم ام جي لكنه برضه بيتوتر ويسيبها ويمشي. بعد كده بيظهر في المدينة الوحش اللي مصنوع من نار، ويوصل بيتر وميستيريو عشان ينقذوا الموقف ويفضلوا يتقاتلوا معاه، لكنه بيمتص كل الحاجات اللي في المكان وحجمه بيكبر. وميستيريو بيقول له انه هيدخل جواه ويفجر نفسه، فبيقول له بيتر ان كده هتموت. بيقول له ميستيريو مش مهم، وبيعمل كده فعلا ويبدأ يدمره. بعدها بيجي نيك فيوري وبيشكر بيتر وميستيريو وبيقول لبيتر انه عايزه ينضم للفريق بتاعه، لكنه بيكون متردد لانه عايز يعيش حياة طبيعية. بعدها بياخد ميستيريو وبيعزمه على مشروب ويفضل يتكلم معاه ويفرجوا بيتر على نضارة توني ستارك وبيخلي ميستيريو يلبسها وبيقول له ان لاقي عليه جدا. بعدها بيقرر ينقله ملكيات النضارة لانه بيكون شايفها مسؤولية كبيرة وهو مش قدها. وبيقول له انت كنت هتدمر نفسك النهاردة عشان تنقذ الناس، فانت تستحقها اكتر مني. وبيمشي بيتر ويكون المكان اللي قاعدين فيه ده مش حقيقة، كله وهم، ان الشخص مش خارق ولا حاجة، لكنه بيفهم في التكنولوجيا كويس جدا. والتقنية اللي استخدمها دي بتكون قادرة تعيشك في اي موقف لكنه حقيقي، وبتكون كلها خداع بصري مش اكتر.
والوحوش اللي حاربهم كانوا برضه خداع بصري، وكل دي كانت خطة منه عشان يقدر ياخد نضارة توني ستارك من بيتر وينجح في ده، وبيكون الشخص ده أصلا كان شغال عند توني ستارك لكنه طرده. بعدها بيرجع بيتر للفندق وبيكون آخر يوم في الرحلة، فبيقرر يروح لإم جي ويعترف لها إنه بيحبها، ويبدأ يتكلم معاها. فبتقول له إنها عارفة إنه سبايدر مان، وبتوريه جهاز عليه شبكة سبايدر مان، ولما يشغل الجهاز بيلاقي الوحوش اللي كانوا بيحاربهم قدامه، ويفهم إن الوحوش دي كانت مجرد خداع بصري مش أكتر، ويفهم إن ميستيريو كان بيضحك عليه. وفي نفس الوقت بيكون ميستيريو بيحضر عرض جديد عشان يعمله في المدينة، وبعدين يدخل وينقذ الموقف ويقولوا عليه بطل، لكنه بيكتشف الجزء اللي وقع منه. ولما بيشتغل القمر الصناعي بيشوف بيتر وام جي وهما بيتكلموا ومعاهم الجهاز، وبيعرف إن بيتر عارف حقيقته وبيقرر يقتله قبل ما يعرف نيك فيوري. بعدها بيروح بيتر لنيك فيوري عشان يعرفه ويقول له إن ميستيريو كان بيضحك علينا كل ده، لكن فجأة بيكتشف إن ده مش فيوري أصلا، وإن دي مجرد خدع بصري تاني. ويفضل ميستيريو يوريله أشكال وإنه هيقع وإن في حد بيضربه. بعدها بيجي نيك فيوري وبيقتل ميستيريو، وبيسأل بيتر بلغت مين تاني بحقيقة ميستيريو، فبيقول له ام جي ونيد. فبيقول له انت سهل تتخدع، ويكون ده اصلا ميستيريو، وعمل كل ده عشان يعرف مين قال له تاني عشان يروح يقتلهم. ويفضل يخدعه لحد ما بيبقى واقف قدام قطر، والقطر بيشيله وبيفتكر انه مات، لكنه بيقدر ينقذ نفسه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه في هولندا، فبيطلب من شخص هناك موبايل، وبيتكلم ابي عشان يجي ياخده من المكان ده، وبيحكي له ايه اللي حصل. ويبدأ بعدها يستخدم أجهزة توني ستارك عشان يصنع لنفسه بدلة عشان يقدر يهزمه. بعدها بيروح المكان اللي فيه أصحاب بيتر عشان يقتلهم، وبيعمل هناك عرض وبيقدر يصنع وحش، ويبدأ الوحش يدمر كل حاجة، وبيترعبوا الناس وبدأوا يجروا. بعدها بيتكلم هابي نيك فيوري وبيعرف الحقيقة بس في رسالة مشفرة، وبيفهم اللي عايز يقوله، لكنه بيفضل يستمر في المسرحية معاه. بعد كده بيوصل سبايدر مان وبيدخل جوه الوحش ويبدأ يدمره في كل الطيارات الآلية اللي في المكان بيشوفه، وبدأ يضرب عليه نار، لكن بيتر يوصل له، لكنه برضه بيدخل في خداع بصري تاني. لكن بيتر المرة دي بيقدر يوصل له ويضربه وبياخد منه النضارة بتاعت توني ستارك. بعدها بيتصاب ميستيريو بالغلط من الآلات بتاعته وبيموت، وبيكون سبايدر مان قدر ينقذ الموقف. بعدها بيروح لام جي، والمرة دي بيقدر يعترف لها انه بيحبها، وبياخدها بعد كده وبدأ يطير في المكان. فجأة بيشوف على الشاشة في قلب المدينة فيديو لميستيريو، وهو بيقول ان سبايدر مان عايز يقتله، وبيعرف الناس حقيقة سبايدر مان وانه بيتر باركر وهو سبايدر مان. وبتكون كل الناس عرفت الحقيقة، وبينصدم بيتر اول ما بيشوف الفيديو ده وما بيبقاش عارف يعمل ايه. اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. شكرا لكم يا اخواتي، سلام.